كلنا عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفس وأكملها بالمئة دخل الجنة. إيه السبب؟ لأن ربنا كان عالم بصدق نيته في التوبة، عالم إن هو جه واعترف بغلطه. فيجي هنا اسم الرحيم الرحمن. ربنا مش هيدخل حد الجنة بأعماله بس. لما تيجي تسمع الشيوخ وتقرأ في الجنة ومواصفاتها واللي يدخلها يعمل ايه، أعمالنا دي ما تجيش حاجة جنب الدخول للجنة. فاحنا هندخل الجنة ظن بالله ويقين انه ان شاء الله هندخلها برحمته التي وسعت كل شيء. في صفات ربنا عز وجل كان بيعوز مننا ان احنا نتصف بيها، زي الرحمة. الراحمون يرحمهم الله. فربنا أمرنا إن احنا نتصف بالصفة دي كبشر. زي نتصف بها؟ ارجع كده للرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبسبب قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل فكان في لين في قلبه. اللين والرحمة دول خلوا كل اللي حواليه يلتفوا ليه ويسمعوا كلامه وينقادوا ليه. وفعلا احنا النهارده كلنا سبحان الله تعالى فعلا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نسمع السيرة ونعرف هو عمل ايه مع الصحابة ونعرف ان هو عمل ايه مع زيد بن حارثة، تلاقي نفسك فعلا سبحان الله ايه الانسان الرحيم ده. فدي رسالة لكل اب، لكل ام، لكل زوجة وزوج، لكل شخص ماسك سلطة أو قيادة، مدير في شغله. قرب لربنا. مع الوقت ربنا هيزرع في قلبك اللين والرحمة، لو موجودين عندك هيخلي كل اللي حواليك يلتف ليك، هيسمعوا كلامك، ولادك هيسمعوا لك من غير مشاهدات كتيرة. الحنية على الأطفال والرحمة بيهم مهما كنت انت مضغوط، مهما كنت انت فيك بيوصل لهم. عود ده عليك. فما تفتكرش ان الرحمة اللي انت هتصدر منك دي مش هتترد لك.